السلام عليكم حبايبي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كيف حالكم؟ أنا تمام التمام. اليوم سنغوص في عالم الكرتون لنكتشف أسراراً لم يعلم بها أحد. لكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلك جديدي. أطفئوا الأنوار وهيا لنبدأ. عزيزي المشاهد، نحن نرى أي شيء بشكل سطحي. دعني أفسر لك. عندما تشاهد كلارنس أنت تشاهده من السطح الذي فيه منظر جميل والبهجة، لكن عندما تتعمق صدقني ستدخل في شيء اسمه الجانب المظلم من القصة، وهذا شيء متعمد من الكاتب والمؤلف أن يضع لغزا فقط المحققون من يستطيعون حله. هيا فلنفتح كتاب القصة وأخبركم بالقصة الكاملة لأبي كلارنس من تأليف طبعا. الصفحة الأولى تقول اضغط لايك واشترك. لست أنا من قال هذا، ولكن افعل ما قاله الكتاب. سافل. في كل الحلقات من العرض يظهر أن كلارنس ليس عنده أب. كل الأطفال في المدرسة لديهم آباء. لما هو ليس لديه؟ يعني يمكن للمؤلفين وضع آب عادي له، لكنهم وضعوا صديق ماري ليس زوجها. علاقته بكلارنس جعلته ينسى أمر أبيه. ربما هذا هو سبب إحضار ماري لتشاد للمنزل لكي لا يفتح كلارنس موضوع أبيه، وقد نجحت في ذلك. ماذا حصل بين والديه؟ الجانب الوحيد الذي لجأت إليه هو خيانة والده وعدم مسؤوليته، لذا رحل بعيدا مما جعل ماري غافلة تماما عن ولدها، حتى أنه في بعض من الحلقات عندما اختفى كلارنس لا تكترث أبدا له. وإذا أردتم رأيي، رحيل أب كلارنس هو الشيء الوحيد الذي أسخب في هذا المرض العقلي. قامت بمصادقة تشاد لكي يحل مكانه ولكي لا تجعل كلارنس يصاب بالجنون، ولكنه بالفعل كذلك. تصرفاته الطائشة السطحية تثبت أنه مجنون، كأنه ينقصه شيء من اهتمام الوالد لم يجده عند تشاد ولا عند أي شخص آخر. إذن من هو والده بالفعل؟ كما قلت لم نعرفه أبدا. بحثت في كل شيء، في الكوميكس، في الألعاب، لا يوجد أي شيء يثبت وجود والد كلارنس. هذه هي نهاية القصة. يا إلهي، من هذا؟ دميان تبدو مختلفة. الوجه، شكل وجهك مختلف. لا يا أمي، لقد رحل دميان. هذا صديقي العزيز تشاد. لقد رحل دميان. شات، لماذا كل شيء يأتي بصعوبة؟ في حلقة تسمى العصار، هذه اللقطة المفزعة التي فيها جدة كلارنس تنعت تشاد بداميان وأقرت ماري برحيله، كأن المؤلفون يحاولون إخبارك بطريقة ما أن هذا هو والد كلارنس. إذن فلنلقي نظرة. على الرغم من أن هذه الشخصية تسمى بداميان، ظهر مرة واحدة في كل العرض في حلقة روك شو، حيث كان يشاهد المسرح، إلا أنه في الحقيقة ماري كانت تتخيله، وقبل أن تدخل العرض تذكرته مباشرة. حسنا، ها نحن ذا. لأن ذلك هو أول مكان التقت فيه بداميان وأحبته. يا رجل، لقد ظهر بشكل غير مهم في الحلقة، ولقد منشنه باكي أونيل في أحد الحلقات. هذا في غاية دميان، لا يمكننا نعرض هذا على الأولاد. لكن لم يظهر أبدا. ذكر أم كلارنس برحيله وتخليه عنها يثبت أنه قد تركها وذهب لمكان ما، لكن أين قد يذهب خائن لعين مثل هذا؟ صانع البرنامج أعطونا لقطة واحدة بشأن هذا. الموسم الثاني، الحلقة 39. ملخص الحلقة كان عن رجل البيتزا ماريانو وكيف يحبه الجميع لأنه أنقذهم من بعض المواقف. الأكثر غرابة من ذلك هو قصة السيدة بيكر معه. ذكرت أنها كانت تبكي على شيء ما، إلى أن جاء ماريانو وأعطاها البيتزا، لكن ما في منزلها سيجيب على أكبر سؤال في البرنامج. لاحظوا ما تحمله في يدها، صورة لداميان بينما هي تبكي. هل يمكن أن يكون بيكر هي أستاذة في مدرسة كلارنس، لديها 32 سنة، ولم يثبت البرنامج أبدا أنها متزوجة، وأعتقد أننا قد وجدنا الجواب. نرى صورة لزوج ماري السابق في منزل أستاذة كلارنس، مبررين لنا أنه قد تم خيانة أمه من طرف داميان. تبا لك ولأمثالك. هذه ليست نهاية القصة، لأن السيدة بيكر كانت تبكي لأنه قد تركها كذلك وذهب مباشرة إلى المكسيك. لما أنا واثقة جدا من ذلك؟ لأنه قبل أن تخبرهم بالقصة رأى كلارنس بيكر مع شخص آخر. الحلقة 21 من الموسم الأول، أرادت الأستاذة أن تخرج مع شخص ما، لذا تركت الأمر للسيدة شوت وأحضرت لها لاري ليراهما كلارنس مع بعض. أوه لا، إنه أحد
لم هذا الشخص سبب الكثير، لكن أرى أن خيانته أفضل من بقائه. فمع ذلك كلارنس وأمه يعيشان بهناء، وأصلا بيكر ساعدها كلارنس في تخطي أزمتها العقلية بزواجها مع أستاذ آخر. تشاد كسول، لكن على الأقل ليس خائنا. نغلق الكتاب بنهاية سعيدة، وهذه هي القصة. أتمنى أنكم استمتعتم. ويت، لماذا قال جيف للاري ألست والد كلارنس؟ لست والد كلارنس. أعني يمكن أنه قد سمع بالأمر، لكن لماذا أم كلارنس كذلك تعرفه عندما قالت ماذا؟ تناولنا البوظة بمحل شاكلتون، أتذكر؟ ذهبت ماري مع لاري إلى مطعم شاكلتونز الذي هو نفسه المطعم الذي تناولت بيكر المثلجات معه. شت، لا تجعلني أبدأ. بعدما هاجر داميان، أم كلارنس اختارت أن تخرج في موعد آخر وذهبت مع لاري. بكل اختصار، ما حدث في حلقة موعد بيكر حدث نفسه مع أم كلارنس. دخلت لتشاكلتونز بينما كان جيف في المطعم ورآهما مع بعض، وهذا هو سبب ظني أنه والد كلارنس. ألست والد كلارنس؟ سأرفع يدي وأخبركم أن اسمه الحقيقي هو كلارنس. أنا كلارنس. ماذا؟ ظننت أن اسمك لا. ماري سمت ولدها كلارنس مقتبسة ذلك من اسم لاري الثاني، وهكذا جاء اسم كلارنس. خروج هذا الرجل العجوز إلى المواعيد ليس جديدا أبدا. من المفروض أن نكون هنا؟ ليس شيئا لم أشاهده من قبل. وهذه هي نظرية أبي كلارنس. أغلقت القضية. هذا الموضوع أخذ وقتا طويلا لاستيعابها، لكنني قد وصلت إلى هدفي، وأقل ما ستكافئني به يا صديقي هو اللايك. وإليك هذه القصة يا من تقول أن كلارنس ليست له قصة. ولا تنسوا أن تخبرونني في التعليقات ما هي الكرتونات التي تريدونني أن أتحدث عنها. ما الداعي لكل هذه الإشارات في رأيك؟ أتمنى أن تخبرني في التعليقات، وسأتقبل أي فكرة تطرحها. لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لكي أستمر في التنزيل وأنزل لك المزيد من الأشياء الرائعة والحقائق المرعبة والنظريات المخيفة. باي باي باي.